صفحة 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. خناقة هنا برضو ما بين المنتسبين للتيارات الإسلامية في قضية مشهورة جدا اسمها قضية الولاء والبراء. فبياخدوا الآية دي منهج إنك أنت ما تتعاملش مع أي حد مسيحي وما تتعاملش مع أي حد يهودي، ولما تتعامل معهم تتعامل معهم بحذر، وبياخدوها إن دي آية مطلقة. وإحنا عندنا القرآن نوعين، مطلق ومقيد. يعني المطلق يعني إيه؟ يعني حكم واضح ينفع لكل الناس بأسبابه بمشاهده، مفيش أي آية تانية بتقيده بمعنى إضافي. الآية دي مش مطلقة، الآية دي مقيدة. مقيدة ليه؟ لأن كان في حدث، الحدث إن هون تحويل القبلة. زعلانين إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ساب القبلة بتاعتهم وراح يصلي ناحية المسجد الحرام. فربنا بيقول لسيدنا النبي الموضوع مش موضوع قبلة، الموضوع موضوع انتماء ديني، هم عايزينك تنتسب إلى هذا الدين. طيب فين القيد بتاعها في القرآن؟ إيه الآية اللي أيدت الآية دي؟ الآية اللي بتقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. تأييدت بمعنى قيدت. قيدتها يعني نقلتها لمعنى تاني. يبقى الآية دي كان لها سبب مخصوص بيناشد الموضوع ده. فما تقومش تقول لي بقى يا ربنا ما تقولش للمسيحي كل سنة وانت طيب. ليه ما اقولوش يقول لك لأن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى؟ ليه يا سيدي يقول لك اصل انا ما دام قلت له كل سنة وانت طيب بعيده يبقى انت معتقد عقيدته. مين اللي قال لك كده؟ شرعا يجوز المسلم يتجوز مسيحية ولا ما يجوزش؟ يجوز انه يتجوز مسيحية. يجوز انه يتجوز مسيحية ويتجوز يهودية ويبقى معاه منها عيال واكلين شاربين نايمين في بيت واحد، ويجي يوم عيدها ما يقول لهاش كل سنة وانت طيبة. يعني أي دين بيقول كده. طيب يبقى احنا في بلد زي مصر فيها مسلمين وفيها مسيحيين. المسلمين والمسيحيين طول العمر أكلين شاربين نايمين لابسين مدارسنا وبيوتنا وشغلنا ورايحين وبنركب مع بعض وبنقعد مع بعض وبنروح مع بعض. فأجي يوم عيدي يقول لي كل سنة وانت طيب ويسلم عليا، وأجي يوم عيده ما أقولوش كل سنة وانت طيب وأقفل بابي في وشه. دين ايه اللي بيقول كده؟ طب ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اقول له دي كانت مقيدة بحدث معين في وقت معين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول له ان هم مش فكرة زعلانين منك علشان انت سبت القبلة بتاعتهم، انما الفكرة ان هم كان نفسهم انك تبقى منهم. يعني كان نفسهم ان الرسالة والنبوة تتنزل من داخلهم ليست من العرب. ما تاخدهاش على العموم، لأن الآية دي عاملة أزمة كبيرة جدا جدا في الأفكار خصوصا عند الشباب اللي بينتسبوا للتيارات الإسلامية. فربنا بيقول هنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. طيب لو فهمنا الآية اللي بتقيد الآية دي اللي هي البر، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. البر هو أعلى مراتب المعاملة في الإسلام. والبر لفظ كده تعريفه في اللغة لفظ جامع لكل الفضائل. لفظ. طب ما انتش قادر تعمل معاه البر، يبقى أقل مستوى تتعامل معاه العدل وتقسطه إليهم. فالبر ده أعلى من العدل، ده لأن أنا زي الواحد ما بيبر أبوه وأمه. عشان كده احنا دايما بنقول ايه، هو أنا عندي مشكلة، ده جزء رئيسي من ان الناس تبغض التدين أصلا، أو الناس تبغى ترى صورة الإسلام صورة منفرة غير منضبطة لا فكريا ولا ثقافيا ولا أخلاقيا. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخاهم وجالسهم وجانسهم وأكلهم وباع منهم واشترى منهم وتعامل معهم. وعشان كده أنا بقول لك دايما إحنا على طول الخط، أنا ما عنديش مشكلة لا معاه ولا مع فكره ولا مع اعتقاده ولا يعني يدين بالله بما دان. الحق قال لكم دينكم ولي دين. فهنا قال قل إن هدى الله هو الهدى، اعلم يا محمد أن المنهج الذي أرسلك الله به هي الرسالة الجامعة التي جمعت كل الشرائع السماوية بين طياتها. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. يعني لو كل حد النصارى يقولوا لك احنا عايزينك تبعنا، واليهود يقولوا لك احنا عايزينك تبعنا، وأنت منزل بوحي إلهي ومرسل برسالة سماوية، ما لك من الله من ولي ولا نصير. لأن لما ربنا يوريك الحق وينزل عليك
كتاب سماوي وبعدين تنحرف يمين أو تنحرف يسار، هذا غير منضبط ولا يليق به صلى الله عليه وسلم. الآية اللي بعدها بتقول الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين أتيناهم الكتاب دي تشمل اليهود وتشمل النصارى وتشمل المسلمين. الذين أتيناهم الكتاب من اليهود، فاحنا معنى كده ان مش كل اليهود غلط، وانا ما عنديش مشكلة مع اليهود، ومش كل النصارى غلط وانا ما عنديش مشكلة مع النصارى، لكن ومش كل المسلمين صح وانا ما عنديش مشكلة مع المسلمين. انا مسلم بس مش كل المسلمين صح، ومش نصراني ومش كل النصارى غلط، ومش يهودي ومش كل اليهود غلط، فيهم ناس غلط فيهم ناس غلط، والمسلمين فيهم ناس غلط فيهم ناس غلط، والنصارى فيهم ناس غلط فيهم ناس غلط. كل طائفة فيها الحلو وفيها الوحش، لكن المنهج عندي والضابط عندي فين؟ الضابط عندي في اليهود الملتزمين بالتوراة، والضابط عندي في النصارى الملتزمين بالإنجيل، والضابط عندي في المسلمين الملتزمين بالقرآن. بس هم لو ملتزمين بالتوراة والإنجيل هيتبعوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. المفروض كده. يعني المفروض، ولو ما اتبعوش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضه انا ما عنديش مشكله معاه. يعني هو لو ما اتبعش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو ملتزم بدينه في اشياء وفي اشياء مش ملتزم بيه، فانا ما عنديش ازمه معاه وما عنديش مشكله معاه. لكن هو مشكله يتحمل مسؤوليه نفسه. ايوه. علشان كده الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال له اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون. أي من يكفر بما يجحد ما أنزله الله عليهم وما بينه لهم من رسالات الأنبياء والمرسلين، نبي تلو نبي، يعني موسى مبشر بعيسى، عيسى مبشر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، من يجحد ذلك هو الخاسر. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقلنا أن بنو إسرائيل هنا هم أبناء سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، والنعم التي أنعمها الله عليهم نعم متعددة، من جملتها أن أرسل فيهم الأنبياء والمرسلين، ومن جملتها أن منحهم المنح التي طلبوها على ألسنة أنبيائهم ورسلهم وهم لم يرعوا لذلك. وأني فضلتكم على العالمين، عالمكم، العالمين هنا مش كل العالمين، على الزمن بتاعكم بس. تمام. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي يوم القيامة. ربنا قال، بس معلش الحتة بتاعت يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، هو برضو فضلهم على العالمين في كم الأنبياء اللي وصلهم، مش كده برضو؟ ما قلنا من جملة ما فضل الله بهم أن بعث الله فيهم أنبياء ومرسلين أكثر من أي أمة من الأمم. ومن جملة ما فضل الله بهم أن أنزل على أنبيائهم ورسلهم ما طلبوه، يعني كل ما يطلبوا طلب من الأنبياء والرسل ربنا يبعث لهم الجواب على أنا قصدي كمان دي حجة عليهم إن ربنا فضلهم على العالمين، ومع ذلك طبعا لم ينضبطوا ولم ينتهجوا منهج هذا النبي. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وقلنا أن التقوى من الوقاية، أي اجعلوا بينكم وبين الله وقاية فيما أمركم به بالالتزام، وفي اللي ربنا قال لك عليه اعملوه، اللي قال لك ما تعملوش ما تعملوش. لأن يوم القيامة ما حدش يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كل نفس بما كسبت رهينة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل واحد شايل شيلته قدام ربنا سبحانه وتعالى. لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. العدل هنا الميل، يعني العدل في اللغة العربية من الكلمات المترادفة يطلق ويراد بها المعنى وضده، يراد بها القسط والانضباط، فيقال عدلت أي انضبطت، ويقال عدلت عن الطريق يعني ملت عن الطريق. فيقبل منها عدل لا يقبل منها ميل، لأن خلاص هذا اليوم لا يميل أحد. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. معنى لا تنفعها شفاعة يعني في شفاعات في هذا اليوم، نعم. فالله سبحانه وتعالى قال في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال يعني لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والحديث بتاع أشفعت شفاعة، نعم، حديث الشفاعة العظمى لسيدنا رسول الله، وشفاعة حافظ القرآن، وشفاعة الشهيد. فمعناها إيه بقى ولا تنفعها شفاعة؟ يعني هؤلاء لا يشفع فيهم شافع، يعني الذين جحدوا الحقائق وماتوا وهم في هذه الحالة من الظلم والبعد عن الله سبحانه وتعالى
ولم ينضبطوا على منهج أنبيائهم ورسلهم لا تقبل فيهم شفاعة. فهم اللي مش هتنفعهم الشفاعة. نعم. يعني ديت مقصودة نعم. ليهم هم. لا تقبل فيهم شفاعة ولا هم ينصرون. انتقلت الآيات الكريمات للحديث عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ودي أول مرة يذكر سيدنا إبراهيم في القرآن من حيث التفسير والقراءة. أول مرة يذكر اسم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الآيات معنا. وإذ يا ربنا يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، ربنا قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وكلمة إبراهيم لغة كلدانية أصلها أب رحيم، أصلها أب رحيم. ورد سيدنا إبراهيم في القرآن 69 مرة في 25 سورة مكية ومدنية، 25 سورة مكية ومدنية. من ذرية سيدنا إبراهيم اليهود والنصارى اللي هم أبناء سيدنا إسحاق وبنو إسرائيل، ومن ذرية سيدنا إبراهيم المسلمون من ناحية سيدنا إسماعيل، ومنهم امتداد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المشهد الإلهي ربنا يتكلم وإذ ابتلى إبراهيم ربه. الابتلاء هنا هو التكليف. لما أقول لك إيه ابتليتك بأمري، يعني كلفتك به، امتحنتك فيه، هتقدر عليه أم لا تقدر. البعض الامتحان يعني بالضبط نوع من أنواع التكاليف. ما هو التكليف امتحان. لما أقول لك قوم صلي الفجر كل يوم امتحان، لما أقول لك ما تاكلش حرام امتحان، لما أقول لك ما تنامش مع ست في حرام امتحان، لما تقول لي بحبها أقول لك وأتوا البيوت من أبوابها امتحان. ليه امتحان؟ لأنك عندك شهوة وعندك رغبة. لما أقول لك ما تاخدش فلوس مش بتاعتك امتحان، لأنك نفسك يبقى عندك تبقى مالتي ملياردير. فالتكاليف امتحان. فالبعض بيقول إن التكاليف اللي ابتلي بها سيدنا إبراهيم عليه السلام ما كلفه الله به من العادات، وهذا أمر يعني لا يستساغ عقلا، يعني غير مستساغ. إنما الكلمات أو التكاليف التي ابتلي بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سيدنا عبد الله بن عباس قال كلمة عظيمة قوي، قال لم يقم أحد بدين الله كما قام الخليل. ما حدش قام بدين ربنا زي سيدنا إبراهيم. قالوا له ليه؟ قال قدم بدنه للنيران وماله للضيفان وولده للقربان. يبقى ده الابتلاء الحقيقي. يعني لو هقول بقى أن سيدنا إبراهيم ابتلي بكلمات، فسيدنا إبراهيم يعني قام بحفظ الحرمة، وقام بنفوذ العزمة، وقام بحسن الخدمة. كل حاجة قدمها سيدنا إبراهيم للدين تستوجب مننا أن احنا نقف قدام شخصية سيدنا إبراهيم إجلال. يعني شخصية فعلا تستوجب لما تقرأ سيدنا إبراهيم عبر التاريخ كده، ورسالة سيدنا إبراهيم ودعوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وزواج سيدنا إبراهيم بستنا سارة، وزواج سيدنا إبراهيم بستنا هاجر، وإنجاب سيدنا إسحاق من ستنا سارة، وإنجاب سيدنا إسماعيل من ستنا هاجر، وهذه التفاصيل في شخصية سيدنا إبراهيم. ولما يروح يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يعني شخصية إذا قرأتها في القرآن يعني تجعل منك شخصية في كمال النضوج، كلها رحمة أول من لبس السراويل البناطيل سيدنا إبراهيم. كريم في كرم غير عادي. سيدنا إبراهيم عمره ما أكل مرة لوحده، كل ما يجي يأكل لازم يشوف ضيف. في يوم مش لاقي ضيف، مشي 10 كيلو على رجليه شايل أكله يدور على حد يأكل معه، وبعدين قعد فلقى الراجل اللي بيأكل معاه مش بيسمي، فسأله عن دينه لقى ما عندوش دين. الرواية بتقول لقوا مجوسي، يعني من عباد النار يعني. فسيدنا إبراهيم شال الأكل زعلان، فأوحى الله إليه يا إبراهيم له 70 عاما أطعمه على كفره. يعني هو بقى له 70 سنة بأكله وبشربه على حاله كده. تحمل طعامك عنه لمرة، عشان مرة هتأكله فيها. بقوله فرجع الراجل سيدنا إبراهيم قعد يدور على الراجل لما اعتذر له وأكله، وأسلم الرجل بعد ذلك. فسيدنا إبراهيم شخصية يعني. ونحن كمسلمين في التشهد بنصلي على 3 أشياء. بنصلي على سيدنا محمد وعلى أصله وعلى نسله. بنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، آدي نسل سيدنا محمد. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، أدي أصل سيدنا محمد. تخصيص المعنى ده في غاية الخطورة. فهنا ربنا بيقوله إذا ابتلى إبراهيم. تخيل لما تقرأ مثلا في سورة الصفات موقف سيدنا إسماعيل عليه السلام. وسيدنا إسماعيل ده جاي لسيدنا إبراهيم بعد كم سنة من عمر سيدنا إبراهيم،
ولما تقرأ مثلا موقف سيدنا إبراهيم مع الملائكة لما دخلت عليه إذ جاء بعجل حنيذ، قدم كل ما يملك ماله للضيفان. ولما تقرأ سيدنا إبراهيم لما رموه في النار وتتأمل القرآن وهو يقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الإمام ابن الجوزي في المدهش يقول في حق سيدنا إبراهيم كلام عظيم، يقول اعترضته الأملاك فكفها كفا. يعني لما ترمى في النار كل الملائكة، ملك الريح يقول له أشيل النار على جناحي، وملك المطر يقول له أنزل المطر، وملك يعني اعترضته الأملاك فكفها كفا. فلما رأيناه لا يمد لغيرنا كفا مدحناه، ويكفي في مدحنا له وإبراهيم الذي وفى. اعترضه وتعرض لحاجته الملك حين ترك بيداء الهوى وسلك. فلما رأيناه لم يتعلق بخلق دوننا ما أضيم، وغرسنا شجر الجنة في سواء الجحيم، ونادينا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شخصية يعني تستوجب الوقوف إجلالا لها. هذه الكلمات اللي ربنا يعني ابتلى بها سيدنا إبراهيم، هو التكاليف، قتل ابنه سيدنا إسماعيل. نعم، وأن يلقي بدنه في النيران، وأن يقدم ولده للقربان وماله للضيفان. فأتمهن، والتعبير عظيم، أتمهن. يعني لما أقول لك إيه عملت الحاجة قلت لي تمتها يعني إيه عملها على أكمل وجه، على أكمل وجه. قال فأتمهن. ما هو لما تقرأ مشهد سيدنا إبراهيم في النار تقرأ فأتمهن، يعني الدعوة والرسالة واختيار الوقت ويجتمعوا عليه يلقوه في النار. ولما يلقى في النار لو قال الملك طفيها من حقه، ولو قال الملك اقلعها بجناحك ملك الريح من حقه. وربنا الملائكة تستغيث به خليلك يعذب في أرضك، قال إن استغاث بكم فأغيثوه، وإن استغاث بنا خليلنا ونحن أولى به منه. فينزل الملك يقول له أشيلها، قال له أما إليك فلا. يقول له تبدعي ربنا، قال له أما إلي فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. مكسوف يسأل. ابن عجيبة قال ربما دلهم الأدب على ترك الطلب. وابن عطاء قال طلبك منه اتهام له، وطلبك من غيره دليل على انطماس البصيرة فيك. طب اتهم له ازاي وهو بيقول ادعوني استجب؟ يبقى ازاي مطلوبش؟ لا، الطلب المشروط، لا انا عايزك تعمل لي كذا بالوضع الفلاني. انت تطلب وهو يعمل المناسب ليك بما يراه هو كرب، مش بما تراه انت كعبد. يعني انت بتشوف رؤيتك اللي اخرها الحيطة دي، بتشوف رؤيتك اللي اخرها الصوت اللي ما يطلعش بره الدايرة دي. انت مش عارف الخير اللي ليك، لكن رؤيته وعسى ان تكرهه وعسى ان تحبه. صح. رؤيته ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فسيدنا إبراهيم، فلما تقرأ مثلا كذلك في مثلا سيدنا إسماعيل، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم بألف التثنية وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي. وما كانش هيذبح إبراهيم إسماعيل على فكرة، يعني هو التكاليف جاية كده. بس هل تعتقد ان ربنا هيأمرنا بذبح ابنه؟ هو امر تكليفي ليخلص هذا القلب لمقام الخلة. مثل ابراهيم طلب عجيب، قال له واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لما تقرأ في القرآن مشهد يعني ربي قال ربي هب لي حكما وألحقني، ومن قبلها لما نزعوا على الأصنام قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فسيدنا إبراهيم يعني، وتروح للصفات تقرأ عظمة. فيعني هذا المشهد، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. وتروح ليعقوب تقرأ عظمة، فبشرناه بغلام عليم. ده حليم وده عليم. فيعني هنا أدي إيه فأتمهن. لما أتم الكلمات يعني قام بالواجب اللي ربنا ودي كلنا محتاجينها. أنت اعمل اللي ربنا طلبه منك على أكمل وجه،
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ربنا قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لما إبراهيم أتم الكلمات قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. مشكلتنا التربوية اللي بنعيشنا كل يوم، هوبا طلعت فرقة بتقول للناس هنشكك الولاد في الدين، تكوين وتمكين وما اعرفش ايه والكلام الفاضي ده. فالناس كلها اضطربت فكريا وثقافيا واخلاقيا وقيميا. ليه خايفين على الولاد؟ لا، انت ما تخافش على الولاد، انت مطالب تعمل اللي عليك ناحيتهم. عشان كده بيقول ايه، ابنك 7 سنين انت بتخدمه، و7 سنين هو بيخدمك، و7 سنين انت بتصاحبه. 3 في 7 21. بعد كده اطرق حبله على غاربه، سيب حبله على ظهره. هو اخدمه 7 سنين بس اخدمه صح، وهو هيخدمك 7 سنين يخدمك صح، استيعاب ومؤاخاة وحنو. عشان كده انا دايما بقول لهم النهارده اليتم النهارده مش ان ابوه ميت، اليتم ان ابوه عايش وهو ميت. كم الاضطرابات الفكرية والثقافية والتربوية اللي بيعاني منها المجتمع النهاردة في الأسرة، القرآن بيعالجها علاج خطير جدا. لما يجي ربنا يقول لسيدنا إبراهيم يعني قال إني جاعلك للناس إماما، فيقول له ومن ذريتي، يقول قال لا ينال عهد الظالمين. فاحنا بتواجهنا مشكلة في التربية ان احنا خايفين على أولادنا قوي قوي قوي. فالخوف ده أحيانا بيضطرنا لنوع من عدم الانضباط. انت خايف على ابنك، اعمل المطالب بيه ناحيته تربويا وفكريا وثقافيا. عشان كده دايما بنقول يا ناس، اليتم النهاردة في المجتمع مش ان والده ميت، ان والده عايش وهو ميت. عشان ما تجيش بعد كده تجني ثمرة غير منضبطة في المجتمع. طب انا عملت اللي عليا والولد ما انضبطش، انت مش احسن من ابراهيم ومش احسن من سيدنا نوح. سيدنا نوح قال له ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. السياق ما يقتضيش ده أبدا، السياق يقتضي وأنت أرحم الراحمين، لأن نوح نفسه ابنه يعدي. لكن نوح كان مؤدب مع ربنا قوي، قال له أنا نفسي إنه يعدي بس وأنت أحكم الحاكمين، حكمتك لها إرادة تانية. عشان كده قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فسيدنا إبراهيم بيقول له، ربنا بيقول له إني جاعلك للناس إماما، دي لأنك أتميت الرسالة اللي احنا كلفناك بيها. فقال له ومن ذريتي، قال له ولادي، قال له لا ينال عهد الظالمين. معنى كده إن ممكن يجي حد من الذرية ما ينضبطش. عشان كده احنا دايما نقول يعني صلاح الآباء ينفع، لكن صلاح الآباء ينفع مع صلاح الأبناء. يعني الأبناء برضو محتاجين يمشوا على السكة، ينضبطوا عشان يستخرجوا هذه الكنوز التي تركها لهم الآباء. فقال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثاب في اللغة العربية مرجع، فأقول أثوب إليك أي أرجع إليك. فالبيت مرجع، البيت الكعبة والبيت يعني هنا الكعبة. والبيت في التفسير الإشاري وهو سر من أسرار القرآن هو القلب. فاجعل قلبك مثابة للناس وأمنا، يعني اجعل قلبك موطن يرجع الناس إليه بالخير ويرون فيه كل معنى كريم. الناس لما تقلق تيجي تطمن عندك، الناس لما تفتقر تيجي تغتني عندك، الناس لما تضطرب تيجي تستقر عندك، الناس لما تعصي تيجي تتوب عندك. يعني خليك انت الملاذ، خليك انت الأمن والأمان بالنسبة إليهم. وأمنا يعني لا حقد ولا حسد ولا كبر ولا رياء ولا نفاق ولا غرور ولا خيانة ولا خديعة ولا غش ولا أي نوع، فيجي يرتمي بكليته في قلبك. لو حملنا على أن البيت هو القلب، هو القلب. ولو حملنا البيت على أنه البيت الحرام، فالبيت الحرام هو الملاذ الآمن لقلوب المسلمين ولأبدانهم حينما يهرعون ويفزعون إليه في كل موطن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فأصبح من سنن المعتمر
أن يصلي ناحية مقام سيدنا إبراهيم بالأمر الإلهي. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهدنا أي أخذ الله سبحانه وتعالى العهد على إبراهيم وإسماعيل، وعقب بإسماعيل وثنى لأنه هو الذي كان يعاون إبراهيم عليه الصلاة والسلام في بناء البيت، ودلالة ذلك الآية التي بعد ذلك: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فمعنى الواو هنا واو عاطفة، معنى إن إسماعيل كان مشارك لإبراهيم في الحدث. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما جه يتكلم عن ذبح سيدنا إسماعيل في سورة الصفات قال: فلما بلغ معه السعي. بلغ السعي أي أن إسماعيل كان يمشي في حاجة إبراهيم ويشاركه آماله وآلامه، يعني بقى صاحبه. فبيفرحوا مع بعض ويحزنوا مع بعض ويشتغلوا مع بعض ويعملوا ده مع بعض، بقى كتفه بكتفه. فربنا هنا بيعطف، قال: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. إذا حملنا تطهير البيت على أنه الكعبة المشرفة فهذا المقر به في الآيات الكريمة والتفسير الظاهر. وإذا حملنا تطهير البيت على أن البيت هو القلب، باعتبار أن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها، وباعتبار إن لربكم آنية من خلقه وأواني ربكم قلوب عباده الصالحين، وأن المسجد هو بيت الله التعبدي وقلب الإنسان هو بيت الله الحقيقي، لأن هذا المسجد لا يعمر إلا بالإنسان. يعني أي مسجد في الدنيا يعمره الإنسان، فالإنسان هو الأصل في هذا المشهد. لو حملنا يبقى وجب على كل إنسان أن يطهر بيته. ولذلك قالوا المثل الأجنبي clean your house clean my house. ده أصله الدين عندنا: وطهر بيتي، نظف قلبك نظف قلبي. وطهر بيتي نعم بالضبط. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. الطائف هو الزائر والعاكف هو المقيم. لو حملناها على أنها المسجد، ولو حملناها على أنها القلب، الطائف هو المجتمع الخارجي والعاكف هو المجتمع الداخلي. أهل بيتك، زوجتك، ولادك، أسرتك، علاقاتك المقربة من أصدقاء والعمل وكذا. طهر بيتك، طهر قلبك، التعامل مع دول. وكذلك اللي يجي من بره ما يشوفش منك إلا كل جميل. الطائفين الذي يطوف عليك تشوفه مرة كل أسبوع، تشوفه مرة كل شهر، تشوفه مرة كل سنة، بتشوفه مرة كل زيارة، فلا يرى منك إلا كل جميل ولا يذكرك إلا بكل أصيل. وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إذا أتوا بعده يقولون مر وهذا الأثر. قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. دعا سيدنا إبراهيم لمكة المكرمة: وارزق أهله من الثمرات. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن أخي إبراهيم قد حرم مكة وأنا حرمت المدينة، وإن أخي إبراهيم دعا لمكة بالبركة، وأنا أسألك أن تبارك للمدينة ضعفي البركة بمكة وأشد. يا دي فوارزق أهله من الثمرات هنا اللي هم أهل إيه؟ أهل البلد الحرام. من آمن منهم. هنا بقى بدأ سيدنا إبراهيم ينضبط على الأمر الإلهي، لأنه فوق قال له ومن ذريتي، قال له لا، اللي يمشي على السكة بس، اللي ينضبط قال لا ينال عهد الظالمين. إنما هناك قال له لا ينال عهد الظالمين لما طلب الإمامة فيهم. فتعلم الدرس، فقال له: من أرزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللي سمع كلامك وانضبط الدول. قال له لا، هنا في الدنيا ما بنحسبهاش كده. هنا في الدنيا للمسلم والكافر والطائع والعاصي والبر والفاجر. ليه؟ لأن الدنيا لو تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ده كلام سيدنا رسول الله. لأن الدنيا لو تستوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. عشان كده قال له: ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر. يعني ده في الدنيا كله هياخد حقه ثالث ومتلت. ليه؟ لأن الدنيا مش دار حساب، الدنيا دار عمل. فكله بياخد فيها حقه، والحساب فين؟ في الآخرة.
قال ومن كفر فأمتعه قليلا، ياخد حقه في الدنيا قليلا دي فترة الدنيا، لكن في الآخرة ثم أضطره إلى عذاب النار. ربنا يعني نسأل الله العافية. أضطره يعني مضطر أعمل فيه كده، مضطر أعمل فيه كده، هو عمل وودل كده، ما قدموش خيار غير إنه يبقى ده مثواه. ثم أضطره إلى عذاب النار. وممكن مش ربنا يبقى مضطر، ممكن الإنسان يذهب إلى النار وهو مضطر، لأن ما حدش بيبقى برايح النار بمزاجه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فالاضطرار هنا للمأخوذ إلى النار. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.